بقول لك ايه، انت عارف انك ممكن تعمل دهب من الشهر؟ ازاي يعني؟ تفتح حلاق. ما تحورش بقى يا عم. لا هتعمل دهب. انا مارو وتعالى فصصها لي. بص يا سيدي، تجهيز صالون الحلاق ده معتمد بشكل اساسي على عدد الكراسي اللي هتبتدي بيها. ليه؟ لان كل كرسي منهم محتاج مساحه حركه معينه حواليه عشان الحلاق وهو بيتحرك يبقى بيتحرك براحته. والكرسي الواحد هيكلفك 11000 جنيه. قول هنجيب 4 كراسي يعني 44000 جنيه. واكيد هنحتاج مرايات بالكونسول، الواحد منهم هيعمل له 7000 جنيه في 4 يعني 28000 جنيه. واكيد هتحتاج احواض لغسيل الشعر، فانت لو جبت 3 يعني 5000 جنيه. والحلاق كمان هيحتاج ترولي، فلو جبنا 4 هيعملوا 600. نخش بقى على الاساسيات زي السشوار. السشوار هيكلفك 4000 جنيه على حسب النوع اللي انت برضه هتجيبه، ولو هتجيب 4 لكل كرسي كده 16000 جنيه. وبعد كل ده هتحتاج لك 4 حلاقين، لو كل واحد فيهم خد له على الاقل 4000 جنيه ادي كده 16000 زيه. طبعا محتاج مكان حلاقه، واحده هتكلفك 600 جنيه، لو جبت 3 كده 1800 جنيه. كل ده بقى زائد الايجار، لو خدت لك مكان تقريبا 70 متر هيكلفك حوالي 15000 جنيه. كده انت محتاج 115000 جنيه توتال و15000 جنيه ايجار. طب بالنسبه للربح هتقول لي ولا هتحلق لي؟ دخل صالون الحلاقه بيعتمد على 4 عوامل اساسيه: المكان، سعر الحلاقه، عدد الكراسي، وعدد الزباين داخلين لك كل يوم. فانت لو عندك 3 ل 4 حلاقين شغالين كويس هيخش لك من 80 ل 200000 جنيه، يعني صافي الربح من 35 ل 85000 جنيه او اكتر لو المكان شغال كويس. شفت بقى بيكسب ازاي؟ انا عامه بفكر افتح حلاق، قولوا لي بقى في الكومنتس لو فتحت حلاق اسميه ايه.